قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. عاملين ايه يا حلوين؟ وحشتوني قوي. عايزين بقى نتكلم في امتحان الفيزياء والتاريخ والاحياء، وبعد كده هنقول هنعمل ايه في الانجليزي اللي هو المادة اللي جاية. اول حاجة، اي امتحان في الدنيا من الثلاثة اللي انتوا امتحنتوهم النهاردة، بتاع ازهر احياء والتاريخ والفيزياء العلمي وادبي امتحانهم النهاردة، اذا كان صعب فهو عد وانت حليت وعد، واذا كان سهل فهو برضو انت حليت وعد. في كل الحالات انت حليت وعد. معاك ان ممكن الوقت ما قضاش، بس انت خلينا متفقين انك لو ذاكرت وعملت اللي عليك وحليت كتير كان هيبقى الامتحان سهل بالنسبه لك. هتقولي لا وكان هيفضل صعب ومش عارفه ايه. هقول لك الناس اللي مذاكره وهم بعتوا لي انا شخصيا، ناس انا كنت بتابع معاهم من اول السنه واقسم بالله كانوا بيعملوا عليهم وزياده، الحمد لله قالوا ان الامتحان كان سهل. كان بس ممكن المشكله في الوقت ان هم كانوا عايزين وقت زياده، ان الامتحان كان سهل هو بس كان عايز حد حلل كتير وفي افكار شويه بس كان سهل. تمام. التاريخ برضو نفس الكلام. مش انتوا مش متفقين على حاجه، يعني انا لما نزلت على التليجرام مثلا 5 يقولوا سهل وخمسة يقولوا صعب وخمسة يقولوا متوسط، اللي هو انتوا اصلا مش متفقين الامتحان سهل ولا صعب. خلينا متفقين على حاجه واحده، امتحان سهل او صعب في الحالتين عدى، خلاص هو عدى. انت بقى دلوقتي ما تفضلش واقف عند نقطة انا عكيت في الفيزياء، انا عكيت في العربي، انا عكيت في الفرنساوي، انا مش عارفة ايه، انا فاشل، انا حلمي ضاع. مفيش حاجة اسمها انا حلمي ضاع. انت ذاكرت عملت اللي عليك، النتيجة دي بتاع ربنا، حساباتك غير حسابات ربنا. انا اعرف واحدة طالعة من الكيمياء سنة 2023 على انها هتشيل اللي هو راجعنا مع بعض، هي بتعيط ان هي هتشيل، جايبة فوق النص ب4 درجات بالظبط. تمام. هي مقفله فيزياء، مقفله قصدي كيمياء، ودلوقتي هي في طب بشري. تمام. في تانية طب بشري، داخله تانية طب بشري، دفعه 23 عادي جدا. فهو انت حساباتك غير حسابات ربنا. هي ذاكرت وعملت اللي عليها وخدت النتيجه من ربنا، ما انتظرتش بقى ولا دفعت فلوس واتنصب عليها في شهر، ولا انتظرت تغش من صاحبها فلان الفلاني، ولا استنت تلبس سماعه، ولا استنت واسطه فلان الفلاني. تمام. هي ذاكرت وعملت اللي عليها وخدت النتيجة من ربنا بس. ده كده بالنسبة للامتحان اللي فات، وكده خلصنا الكلام عليه، ويا ريت نقفل الكلام على كده. مش عشان يعني خلينا متفقين البنات اوفر شوية. يعني انا مثلا في الجروب الولاد بيقولوا سهل والبنات بيقولوا صعب، وانا مش عارفة مالهم البنات يعني. بس ايا كان يعني، مش عشان كله قال صعب يبقى انا اجري وراهم ده صعب امتحانات بره المنهج انا مش فاهم انا مش عارف انا مش حالل. لا، لا ولا ولا فعلا. انت مالكش دعوه، سهل كان صعب انت حليت، كان صعب كان صعب على الكل. حليت خلاص. شفت الماده معلش انت مش هتشيل. خلينا متفقين ان انت لا خلاص ذاكرت وعملت اللي عليك ونيتك فعلا خالصه لربنا، انت هتجيب مجموع كويس ان شاء الله. ولو ما جبتش ربنا لما بيقفل الباب بيفتح قصاده ابواب، فانت خليك مدرك النقطه دي. تمام كده كفايه قوي كلام على الامتحانات اللي فاتت. دلوقتي احنا هنتكلم في الماده الجايه وهي الانجليزي. اعمل فيها ايه؟ انا ما اعرفش فيها كده. انت مطلوب منك، انت فاضل لك يعتبر 3 ايام صح؟ هما 3 ايام. 3 ايام دول انت هتحفظ فيهم الكلمات. الجرامر يعتبر هيخلص في اول يوم اصلا. اول يوم هتحفظ 6 يونتات، وتخلص فيديو الجرامر بتاع عبقري لغة او انجليشاوي، الاتنين عاملين فيديوهات جامدة. بس بتهيألي انجليشاوي على المنصة، مش عارفة انزل على اليوتيوب ولا لا، بس عبقري لغة كان منزل الجرامر كله في فيديو على اليوتيوب. فهو انا شايفة ان الجرامر بتاعه كان كافي جدا انه يشرح في المنهج كله. انت لو حفظت اول 6 يونتات، قرأت الكلمات بتاعتهم بتركيز وحفظتهم كويس، واتفرجت على فيديو الجرامر، كده انت خلصت اول يوم بنجاح. هتحل بقى في اول يوم ده قطعتين، وهتحل ترجمة اساسي حتى لو ما تعرفش حاجه في المنهج. انت هتحل قطع وهتحل ترجمه كتير. ليه؟ احنا قطعتنا في الانجليزي السنه اللي فاتت، احنا بعد ما طلعنا من الامتحان استوعبنا ان القطعه كانت سهله. عارفين انتوا الاغنيه بتاع يا شهاب يا كذاب؟ هو كان عن طيور الجنه اصلا. فهو انا بتكلم في كده، حل قطع كتير، خلي عندك حصيله لغويه كويسه. طيب ايه علاقه دي بالقطع؟ انت لما تحل ترجمه كتير وقطع كتير، انت الكلمات اللي انت مش عارفها هتترجمها فهتكون عارف معناها، فبالتالي هتبقى حافظ كلمات، والكلمات اللي بطلعها من القطع والترجمه هيكون معاك كلمات كتيره جدا.
انت دلوقتي كل المطلوب منك انك هتحفظ كلمات كتيره، اللي هي كلمات المنهج والكلمات اللي انت هتطلعها من القطعه والترجمه. تمام. طب ايه الحاجات اللي اركز عليها؟ يونت 5 الجرامر بتاعه متهيألي كان حروف جر وكده. تمام. ده هيجي بالحل الكتير، عشان انا بس كنت عايزه اتكلم فيه لانه كان عقدتي. هيجي بالحل الكتير. مش هيجي بقى بانك تفضل تشوف وتحفظ ومش عارفه ايه. حروف الجر بتاع يونت 5 هتيجي بالحل الكتير. القصة كان في ميس على اليوتيوب نزلها على قناة التليجرام، عشان مش فاكرة اسمها، لما اخلص تصوير هشوفها وابعتها على قناة التليجرام. كانت بتشرح القصة بطريقة كويسة جدا، بتحكيها على انها حدوتة وحلوة قوي. مطلوب منك في القصة تعرف ايه، تفهم الاحداث ماشية ازاي. وانا هصور لك ملخص بتاع كان بتاع المدرس من السنة اللي فاتت وكده. كان شرح فيها القصة بطريقة كويسة وحاطط أسئلة كتيرة والكلام ده. أنا عايزاك تقرأ الأسئلة، مش عايزاك تحفظها، عشان خاطر تعرف تعبر برأيك كده. فاهم؟ أهم حاجة بس تبقى عارف تحفظ كلمات، عارف تعبر عن رأيك في القصة. تمام. تقرأها وتفهم الأحداث وتبقى حافظ الكلمات بتاعتها. الجرامر هتشوف الفيديو وهتحل كده. انت الانجليزي كله ينقسم الى كلمات، جرامر، وسكيلز، قص. التلاتة اسهل من بعض. الكلمات هتحفظ 6 وحدات في يوم، ومعاهم نص مثلا فيديو الجرامر، او على قد ما تقدر من فيديو الجرامر. التاني يوم 6 وحدات التانيين، وباقي الجرامر، وتذاكر القصة برضه هتقسمها على اليومين دول. كده انت هتبقى خلصت الانجليزي كله في يومين. اخر يوم هتفضل تحل امتحانات شامله. وخلينا متفقين ان في اليومين دول انت هتشوف الجرامر وتحفظ كلمات، سواء بقى قصه، سكيلز، اي حاجه. تمام. بس في اخر اليوم هتحل على الاقل قطعتين، وخمس اسئله ترجمه من عربي لانجليزي، وخمس اسئله ترجمه من انجليزي لعربي. والانجليزي ماده بسيطه وامتحانها بيجي سهل، وبيبقى عباره عن تجميع درجات. وانا عارفه ان ممكن تقول سهل ايه وكان صعب في 23 مش عارفه ايه، بس انا بقول لك ذاكر، اعمل اللي عليك، النتيجه بتاع ربنا. هفضل اقولها لك على طول. طيب بالنسبه للايسي، سيبك خالص من موضوع اللي هو ابقى حافظ مقدمه وخاتمه. لا، انت تبقى معاك حصيله لغويه من الكلمات هتعرف تكتب بيها. وصدقني هو لو لقاك كاتب حاجه في اول موضوع عن الموضوع هتاخد الدرجه بجد، في الايسي بالاخص يعني. انت مطلوب منك دلوقتي يبقى معاك حصيله لغويه وتعرف تكتب. تمام. حتى لو كل يوم هتتعلم تكتب كده سطرين بس. تمام. انت المهم انك تبقى حافظ كلمات وتعرف تعبر عن رايك برضو، عشان لما تيجي تكتب في الاساي. والاساي دايما بيجي حاجات سهله، يعني مره تكنولوجيا، مره كورونا، حاجات كده بتبقى سهله. تمام. بس وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو محتاج اي حاجه ابعت لي انستا او ابعت لي تليجرام. وبس كده. وانا في قناه التليجرام هنزل لكم الملخصات بتاعه الكلمات وبتاع القصه وبتاعه الجرامر. هتلاقي اللينك تحت في صندوق الوصف. واللي محتاج حاجه يبعت لي انستا، فيس، تليجرام، انا برد على كله. وبس كده. بحبكم جدا. واقول لك على حاجه، النتيجه دي بتاعت ربنا. كمل زي ما انت، لسه فاضل 4 مواد، ما تضيعش الباقي عشان خاطر اللي فات. والناس اللي اجلت امتحان الفيزياء بقى ربنا يكون في عونكم على التاجيل، لانكم هتعيدوا سنه تانية عشان خاطر الامتحان. وبس كده. انا بحبكم جدا وهفضل دايما معاكم. ويلا سلام.